وهنا غرفته في الطبق خلاص وزوقته بحبه بقدونس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسيش تعملوا لايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده اقدم لكم وجبه خفيفه وسهله وسريعه جدا تقدري تعمليها بالليل. طبعا كلنا بنقوم بالليل بنبقى محتاجين ناكل اكله خفيفه. ممكن كمان تعمليها لاولادك لو راجعين من المدرسه ولسه ما عملتيش الغدا. اكله سهله وسريعه جدا. الاول احنا نحط الطاسه ومعلقه زيت او معلقتين بالكتير، وده في حدود فصين توم مفرومين. اول ما يتحمروا بتنزلي عليها بالبصله وفلفلايه تسخري اول ما تاخد تسخيره بس كده. تعالي النار شويه. وهنا التوميه اصفرت اهي، هننزل بالبصله والفلفلايه هي تعتبر يا حبايب قلبي برضو اكله خفيفه وتغيير بالنسبه للاكلات اللي احنا بنعملها في المكرونه. على طول بناكل بالصلصه يا اما بشاميل، لكن دي اكله خفيفه وسهله وتغيير برضو. وبعدين هنا هحط بسله وجزر، اي نوع خضار عندك حطيه عادي مش مشكله. هي الطبخه دي بتبقى اي حاجه عندك تحطيها، ولو عندك مشروم ماشي اي حاجه. انا حطيتها هنا الجزر والبسله، انا سلقاه نص سلقه. ياخدوا برضه تشويحه مع بعضها كلها كده. هنحط بقى الكميه دي كده على جنب، وننزل بمعلقتين دقيق لغايه ما يتكرملوا. وبعد ما تكرمل كده كوب بقى اللبن ونقلب كله على بعضه. اول ما تبدا تصفر معانا كده عشان الدقيق ما يبقاش ني، هنكب بس حبه ميه مكرونه عشان ايه تديها طعم وتفكها شويه. وبعدين اخر حاجه بقى المكون الاخير المكرونه. لو مسكت معاك شويه كده بتروحي كبه برضو حبه ميه مكرونه، يعني هي مش بتبوظ معاك عادي تماما. وهنا خلاص اهي هنحط بقى التوابل، معلقه كمون ومعلقه كزبره ناشفه ورشه ملح صغيره. طبعا السمك ده حسب ما انت عاوزه، الصوص الابيض ده حسب ما انت عايزاه تقيله عايزاه خفيفه مفيش مشكله عادي، حسب ما انت عايزه تاكليه. برضو لو عندك ستريبس اي حاجه في التلاجة حطيها عادي مش مشكله، هي اكله نص الليل. وهنا غرفته في الطبق خلاص وزوقته بحبه بقدونس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسيش تعملوا لايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد.